مدام يعني اسم بعد ما داو الزوج تاعك يعني وين شكيتي هكذا وين حكي لنا كيفاه يعني الاجراءات اللي قمتي درتيها انت في هذيك؟ شكيت درنا هذيك تاع حقوق الانسان في هذيك تاع قسنطينه خيت وبعثوا لي من تما قسنطينه هذوك يا اخي الوراق هذوك تاع الحمرين من العاصمه. بعثوا لنا من شكيت وكيل الجمهوريه وصل عندهم وعاود بعث لهم هما للامير قال لهم هذه زوج نوري فرحات هاي شكون ولازمكم هذا السيد يعني تبينوا حي يبان ميت يبان. وبعثوا لي كيسعاو ما بعثوا لي من تحت قالوا لي انت روح شكيت وكيل الجمهوريه قلت لهم رحت قالوا لي مالها واش يكون في القضيه قالوا لي حنا هاو نحوسوا عليه ومنين نصيبوه حي ولا ميت ونقولوا لك قالوا لي والو باش زودوني هاك وخلاص ما بينوش ما بينوا والو. شكيتي السلطات يعني وما كانش استجابه ما كانش الاجابه ما تسافرش ما كان والو انا شكيت ومنين رحت ما كان حتى الاجابه لا ديك كل كان ما ديت مرض وما بقيتي هكذاك من تروحي يقولوا لك يعني نروح ما كاش من نروح يقولوا لنا حنا ما دينا مرض وما زدتوش ما سمعتوا عليه حتى شي من نهار داوه والو اخي كنسمعوا واش كيتسمعوا هكذا كنسمعوا عليه في مازال بالحياه سمعنا به هكذا مازال في قسنطينه البلايص سمعنا به في السيكتور تاع جيجل احكي لنا سما كامل الاماكن كامل اللي سمعتي به راه تما سمعنا به كيما كان في الطاهر كيما داو محمدون وداو الطاهر سمعنا به كي جابوه من الطاهر وجابوه للامير ومن بعد ديك الساعه داو للسيكتور جيجل يعني كاين تما طلع البلايص بزاف يحس ما كانوا يحقوا معاه كانوا يديروا لهم في التحقيقات كاين بلاص سمعناه يعني طول ما كان عندنا شحال كنا نسمعوا عليه في هذول الامكان كامل. ومن بعد من ديس راح داو القسنطينه خلاص عندنا ما سمعوا والو ديك الساعه غبرنا الاتصالات ديالو مره ما كناش ديك الساعه ما عندناش نسمعوا عليه. وانتم كي داوه من بعد هكذا زينا كانوا ولادك صغار الكبير شحال في عمره؟ ولادي صغار الكبير في عمره ابن كبر هكذا 8 سنين والصغير في هذيك المدام شحال كان عمره؟ 9 شهور. حكي لنا مدام يعني الظروف تاعك يعني حيت من راح كانت صعيبه الظروف تاعك يعني كيف عشتوا كيف حكينا شويه يعني الظروف كانت صعيبه بزاف. شوف كنت نروح نخليهم صغيورين نحطهم هكذا على الكنابي نغطيهم الصباح في الشتاء نغطيهم بالزوران نلبس لهم ونطيب لهم الغداء وهما صغيورين ونروح للجبل كي يدن الاذان الثاني نصلي ونروح للجبل يعني نحوش في وقت الزيتون نحوش حتى نجي العشيه وفي وقت البحير كيف نزيد نوضهم هذوك الزوج يروحوا كراي والاخرين هذوك الصغيورين يقعدوا مع بعضاتهم تمينا وانا نروح نخدم عليهم في الجبل ونبحر ونجي في رمضان نخليهم كيف نخليهم تمينا في الدار طيب لهم نروح نخدم في الجبل نجي العشيه تنجي في المغرب دن عليا ساعات دن عليا المغرب في الطريق كي نجي ما تدينا ناكل مره ما كانش حتى الفطور